دقوهم دقوهم. هذا خطاب رئيس دولة حكم اليمن 33 سنة، إنه أصحاب تعز دواعش وأصحاب المخا دواعش، وأي واحد يعني ما ينصغش لرغبة صالح والمتنفذين بالهضبة يدقوهم. يعني إحنا نصع، إحنا خلقنا الله ليك تدقونا، ما إحناش بشر ولا إحنا أوادم، ولا لنا حق نعيش، ولا لنا حق يعني بتقرير مصيرنا، ولا لنا حق إنه يعني نرفض أي طغيان قادم من الهضبة. تدقونا. شوف اسمعها مني من مواطن بيض شعر زغله. حكمت 33 سنة، وكانت مفاصل القوة والمال سيف المعز وذهبوا بيدك. أنا من وجهة نظري كان أسلم حل لك والحقك الطاقم والمريدين والتابعين والمزايدين، إنه كان تشوف لك جزيرة في أي دولة وتروح يعني تبز البيس الذي قد كي طوال الفترة هذه، وتلقط جهالك وتصيد لك سمك وتسبح وتتمخرس بقية عمرك بجزيرة واسكهلك. لا عاد الهضبة بتحكم اليمن بعد اللي حصل هذا كله، لأنه يعني حتى نكون صادقين، يعني الغشمي من عندكم، وإبراهيم الحمدي السريحي من عندكم، والعرشي من عندكم، والسلال من عندكم، وانت من عندكم. وديت من هذاك ذاك الإرياني عمل له شهرين مدري كم وجزع. خلال هذه العقود كلها، وخلال 1000 أو 800 سنة من حكم الإمامة، وصلت للموصل هذا اللي انت فيه. وصلت انك جالس ببدروم، وصلت انك تجند الأطفال، وصلت انك تعمل يعني دباب غاز صواريخ، وتقول لي انك يعني مستميت، وانك على الارض، وانك على يعني مقاوم، وانك كلام فارغ. القطار فات، وكان اصح لك ولأسرتك من بعدك انك تبصر لك مخرج آمن، هي بيس هي عيشة. انا بالنسبة لي او اي انسان عاقل يعني ما يوصلش للموصل هذا. اما احنا دواعش ولا تركبونا، احنا دواعش ولا تحكمونا، احنا دواعش ولا مزوجة، ما بش الخبر هذا انتهى. صحيح في خيانة بالشرعية، صحيح في بلاطجة في الشرعية، صحيح في مقصات بالشرعية، صحيح في تخاذل في الشرعية، لكن بالأخير بمجمل الضرر منكم الكبير والصغير من داخل المهر إلى داخل صعدة ما انتش راجع. ما بالله يعني تزيد تعمل لك إذا باقي إرث تتركه لأصحاب سنحة وأصحاب الهضبة، بيكون إرث كبير مع كل اليمنيين. هكذا يعني أديها لك على بلاطة، مش جهوية ولا مناطقية. هذا اللي حاصل. أنت الآن تخلق عداوات لعيالك وعيال عيالك، ما بيسلموش. اللي قتل ابنه، واللي قتل زوجته، واللي قتلت أخته، واللي قتل أبوه، واللي تشرد، ما بينساش هذا. في أقرب فرصة يستطيع ينتقم. أنت تعبث يعني بحياة بشر، ما أنتش مدرك وين أنت مولي. صاحب مسموه هذا حق محافظ صنعاء. شوف الآلية نفس العقلية نفسها. هذه مخرجات 33 سنة. أنا أحب إب ونخسي على إب منتشر. الأخ مدير الأوقاف يعني حول لي بمجموعة أراضي من حق أمك، يحول له من حق الوالدة، يحول له إب أصبحها هذه سعدابة القصيرة من ما جاء ركبه، وهذا كي يبيع المقبرة، وهذا كي يبيع الحديقة. أصحاب إب صدقوني، أتدفعوا الثمن نفسه حق السلم ولا بالحرب؟ أتدفعوا الثمن نفسه بالصمت ولا بالمقاومة؟ أتدفعوا الثمن نفسه بالسكوت أو بالحديث؟ لأنه هؤلاء البشر لا يفقهوا إلا لغة السلاح. هؤلاء القوم
يعني بيقاتلوا بعنف، لأنه ما فيش معاهم مخرج. لا هو مستعد يوقع دكتور، ولا هو مستعد يوقع مهندس، ولا هو مستعد يوقع مباشر، ولا هو مستعد يوقع مقهوي، ولا هو مستعد يوقع حمال، ولا هو مستعد يوقع بنشري، ولا هو مستعد يوقع ملحم، ولا هو مستعد. ما عايشين على ثقافة الفيد. إن الله خلق اليمن الأسفل هذا كله يعني محبة في هؤلاء السفلة. المعادلة اختلفت، ما احناش حق أبو حد، ولا احنا ترك الأبو حد، ولا تحطون بزغانكم بعد اليوم، سواء استمرت الحرب يوم، سنة، 1000 سنة، يعني كمل. ما عادش الفكر هذا كان صاحب الفوطة وعبد ربل والرغلغي والبرغلي. اخرجوا من هذه. قال قلبي انتشر على اب وانا احب نرجو صرف مجموعة اراضي حتى لو استلمتها انا اليوم، قسما بالله لا تخرج من داخلها المسحوب غدوة، انت وولدك وولد ولدك. لنا 3 سنين واحنا نقول لكم افكروا، اعقلوا، بالوا 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 بالوا، لكن ما انتم مش مدركين. انتم يعني ركبة تعتقدوا انه كل شيء مراكبة دواب. تدالي حديدة وتقول لي الصاروخ الباشق، تدا دبا غاز وتعمل لي ديزل وتقول القنبلة الهيدروجينية. يا رجال ما قدرتمش تنظفوا، ما قدرتمش تلبسوا صنادل سواء، ما قدرتمش تتكلموا سواء، ما قدرتمش تتعاملوا مع اليمنيين سواء. هذا تفجر بيته وهذا تحبسه وهذا تقتله، لا متى؟ كم؟ انتم بحاجة ان انتم تفنوا 30 مليون يمني. صالح والشلة حقه والحوثة ما تجوش انتم حتى نص مليون نسمة. ادركوا، حتى لو في خرب من هادي ومن الشرعية وقادة المقاومة حق تعز وحق مارب وحق، حتى لو يعني لو في خيانات وعبث لا يستمر. استمر المقاومة ما حد، لأنه ما حد قادر يعيش عبد تحت أبدكم. ما حد قادر، ما حد راضي، حتى الذي هو مسكين ومش قادر الآن لكن في داخله بركان. لا تعتقدوش ان انتم ما تنتصروا. ما فيش يعني فكر همجي، فكر رخيص بهذا الشكل ينتصر. ولو هذه يصلحها الله ويلتفت للناس الصدق والله ما تفعلوا اسبوع. لكن جلال ابنه وحقها السماسرة والعيسي والبلطجة ومدري من ومارم ومدري من والعليمي يعني هذه جايش يرجع يسترد اليمن يعني بفضلات علي عبد الله صالح. مين عند دغر هذا بدون دغر؟ لا عند الجني هذا العليمي، لا عند عرب حسن عرب وزير الداخلية، لا عند كل المشوهين هؤلاء، كل المعاقين هؤلاء، كل المشبوهين المرتزقة ما بيحرر بهمش بلد. أنتم فقط تطيلوا أمد الحرب ويدفع المواطن اليمني ثمن أكثر. قال لك طائر بدون طيار، بس نكس أول شيء استركوا علق الطاطيزك أول، وبعدها قل لي طائر بدون طيار.